فأرجوكم لازم من رفع المعنويين مهما كانت الظروف. ولعلمكم لا حد يفكر إن ما في راتب. إحنا بنخوض معركة. خذنا معركة الشيخ سالم وخذنا معركة تحرير عدن. بإيش؟ بالجانب العسكري، وعنا مش انجزنا. اليوم نحن بنخوض معركة اقتصادية. هذه المعركة الاقتصادية إيش مهمتها؟ يا أن نذلح البدلة ونبيع السلاح ونفركش المعسكرات ودخلوا لها على طبق من ذهب، يا أن نصبر ونصمد ونثبت وهي مزمنة. هي فترة زمنية من وإلى، يا يكون الجنوبيين بمستوى المسؤولية يا يكونوا بمستوى الراتب، وبالتالي يتفركشوا وضاعوا كلهم ضيعون. فلعلمكم الأزمة هذه إن شاء الله على وشك الانتهاء. علينا أن نصمد، وهذا مش مستقبلنا. والله إذا الوضع دي بنعيشه مستقبلنا لا يشرفنا أن نكون فيه. لكن هذه معركة مزمنة يشتيها صمود. إذن الصمود كيف؟ مش أنا أقول لكم ما بغى نحن نقص على الهواء، لا يا أخي نتغلب. عيدروس الزبيري الآن لما جاب راتب شهرين، الآن بيصدروا راتب شهرين ثم آخرينها قرب رمضان. ليش جابها؟ لأنه بيشعر أن احنا ما بنتحمل لأن رمضان يشتي مننا. إذا نحن إيش البدائل اللي بنقوم بها نحن خلال الفترات هذه؟ يا أخي التعاون. يا أخي مننا 30 يلا 15 أنتوا روحوا اطلبوا الله ونحن نغطي. ال 15 دي بيغطون. يا أخي نوفر 5 سلال غذائية ما دام معنا غذاء بنكله، نوفر منه لأهلنا. يلا كل شهر 5 نفر بنوفر. هنا بنتغلب على الصعب. هنا بنوفر حق علاج. هنا بنوفر 10,000 ريال لا أروح واحد إجازة هو بعيد لا عدن ليش يطلع؟ ولا للصبيحة ولا للضالع. يا أخي ذا 10 15,000. هنا نحن بنتغلب على المعركة هذه. لكن لا غدا أنا القائد وحدي وأنت لا يعنيك وهذا لا يعنيه بنفشل. فأرجوكم التفاهم وخلق الثقة والتعارف فيما بينكم. اليوم هذه كتيبة اللواء الثالث وهذا حزام، بكرة كلكم حزام. انضباط في الأخلاق في المعاملات. أنت عسكري لما تفرض عليك مهمة تخرج، أنت ما تخرج وحش. إنسان مخالف هو مواطن. إحنا أتينا نتجبر ولا أتينا خدام لهذا الوطن؟ إحنا خدم للمواطن اللي هو ملك هو بيته. المواطن لما تخرج له بصفتك دولة، احترام. تعال أنت مطلوب تفضل. هو يضاربك هو إذا أنت لا تضاربه، أنت كل بشو طلعه. أنت مسؤول. مش جينا نتلطف مع الناس ولا نصبح غرماء. لا نحن يجب أن نخرج الناس تقول ورحمة الله يقولوا هذول عسكر صح، هذول مخلقين، هذول محترمين، يعود المثل لقائدهم. عسكري سيء قائده سيء، عسكري محترم قائده محترم. خرجتك بالسوق معك طقم فاضي حصلت واحد يشتي يطلع، وقف. مش حق ابوك الطقم، حق الدولة، والدولة هي المواطن. أحد يفكرني مثل له ما دام ماشي معي مهمة وأنا جازع على الطريق والناس توقفني طلعها يا أخي كأنك اديتها الطقم. ثاني شيء اللي يفكر إن الشجاعة بالتخزينة ولا إنه يحرس آخر الليل لازم يطرح التخزينة لآخر الليل، أنت غلطان. الحراسة هي بالتفكير. إيش المسؤولية اللي أتحملها أنا الآن لما أمسك بوابة الساعة 2 في الليل إيش معناته؟ أنا تحملت مسؤولية هذا البشر كلها. إذا عندي تفكير بتجزع الساعتين أو 3 ساعات زي الدقيقتين. ليش؟ لأن عندي مسؤولية. الناس آمنة نيام رغود، معناته لو في أي شيء من بيتحملها؟ أنا. إذا يا أخي أنت تعبان روح صيح زميلك، روح بالله الغاية أنا مش أقدر عادي. لكن تروح تقول أنا أرغد أجزعها وقت ساعة ولا يجزعها بالجوال عيب. هنا ابرز عضلاتك. انت لما تولى نظام ساعتين انت اعتبر نفسك توليت مسؤولية بشر. انت لما طلع ضابط مستلم يوم انت اعتبر نفسك هنا قائد القوات كلها. برز عضلاتك، شط القوة، حافظ، ارفع تقرير، تابع الناس، لاحظ على الاخطاء. هنا الناس تعرف من القائد. ما حد يجي كذا يعني ولا انك لما تطلع انت بتفكر انها ليش طلعوا لنا؟ لا، هذه فرصتك. انا كان عندي افضل يوم نهار يقول ضابط مستلم. ببرز عضلاتي، ببرز ملاحظاتي اللي بلاحظها على القاده.
انا ابرزها. بالتالي بص الرسائل لان معي صلاحيات. مش صلاحيات انت اليوم مشي لك حاجه لو انت بتناقش لي العالم كله. يا اخي هذا طلع انت واجب انت ابرز عضلاتك. الشيء الثاني تخزينه. اي انسان يخزن لاخر الليل مش صح، وانا لا يمكن اسمح نهائيا. لا تقنعني انه والله زامي اخر الليل او كذا، لا. تخزن عند ابوك لهذا الوقت ما بتخزن، ولا الصباح تصبح مخزن. كلنا هنا اسره واحده. كلنا هنا انا لا ما اراه لنفسي اراه لك. مش انه لا يعنيني امرك انك ارخص عسري ولا اشوفك مبهدل، لا، اشوفك مثل نفسي. ثاني شيء امانه. اهلك امنين انك عند القائد الفلاني او في معسكر الفلاني. هترجع عند اهلك حاله نفسيه ولا قاتل ولا محبب. يقولون لعنة الله على هذا القائد اللي سلمناهم اولادنا من اجل وطن، يجون ضحايا يجون شهداء بحجرين امات. لكن نجي عاله على اهله بعدين يصبحوا تعالجوه عنده حاله نفسيه، ولا رعوا بالسجن روحوا تابعوا على قضيته زي ما الان هو حاصل. هذه كارثه. فرجاء شوفوا انا لا يمكن اسمح. قل علي ما تقول، كرهني، ما ابغاك تجاملني، كرهني مشان انا اخليك تطلع رجال، وانا ونعم الرجال انتم رجال، بس لا، بالعسكره لازم نتمرجل اكثر. انا لما امشي بين الناس مواطنين عادي، مواطن، لكن عندما انا انتمي للعسكره، عسكره قيم، اخلاق، كبرياء، شجاعه، كل القيم فيها. هي العسكره هذه، لكن احنا فهمناها غلط للاسف الشديد. لا غير عسكره، يا اخي غير عسكره البس كذا ولا شنط كذا اني عسكري، لا. انت بتسيء المؤسسه العسكريه كامله. انت بتسيء لشهداء قدموا تضحيات في هذا السلك العسكري. يقول لك ايش معي من هذا؟ فارجوكم الحفاظ على الهندام، الاخلاق، التواضع. يا اخي انت محتاج شيء والله ما ردك، والله ما ردك ولا اقول لك ماشي معي. انا قدنا طبيعتي اتحمل، خليها لحد ما وصلت، بس لازم من ثقه. كثر الكذب هو اللي بيضيع السر. يا اخي انا عاد ظروفي اتحمل، يا اخي بنفع باخونا هذا ما عاش معه، ما عاش يقدر. هكذا حب لغيرك كما تحب لنفسك. هذه قيم اخلاق رسولنا اعطانا اياها. لكن لا، شفتهم اعطوه فلان انا اجي واصلح 100 مشكله، ليش اعطيته فلان؟ يا اخي لا تقول كذا. انت راع وضعه، انتم اجلسوا، انتم ارفعوا، انتم اصحاب القرار. عندما نجلس احنا افراد او سريه او حظيره، الاخ قايد الاعلى منه، معانا الجندي فلان فلان ظروفه مأزمة او عنده مرض او مقبل على زواج، نرجو منكم كذا وكذا وكذا. اقسم بالله ما ترد.